في كام سؤال اتسأل من ساعة ما عرفنا خلاص ميعاد البطولة السوبر الأفريقي ما بين الزمالك والأهلي يوم 27/9. في كذا سؤال اتسأل من اللي هي إيه العوائد المادية؟ ليه السعودية رجعت تاخد البطولة تاني؟ هي مش كانت اعتذرت عنها؟ أو ليه البطولة أصلا تلعب في السعودية؟ والسؤال التالت اللي بالنسبة لي مهم جدا جدا، هل البطولة دي هتعوضنا عن نهائي القرن ولا لأ؟ نبتدي بالسؤال الأولاني. هل البطولة العوائد المادية بتاعتها ايه؟ طبعا في كورة بلس طلعت تصريح من الاتحاد الافريقي، هبقى هرفعه لكم. اللي العوائد من الاتحاد الافريقي ملهاش دعوه، ملهاش علاقه بقصه السعوديه ولا بموسم الرياض. العوائد 750 الف دولار، 500 الف للاول و250 الف للوصيف. ده بالنسبه للعوائد الماديه، ده تصريح يعني، انا ما بالفش، فاهم؟ بالنسبه للسؤال الثاني، ليه السعوديه خدت البطوله؟ القصه في البدايه السعوديه اتقدمت اللي هي تاخد البطوله، بعد كده اكتشفت اللي هي لو خدت البطوله مش هتعرف تزعل، بس فبعدت خلاص، قالت انا مش عارف اخد البطوله واعتذرت. رجع بعد كده الاتحاد الافريقي كلم السعوديه اللي انتوا ما تاخدوا اللي تحطوها في موسم الرياض وكده، فالسعوديه قالت له انا مش هنقدر ناخده بسبب اللي هو مش هيتذاع. فتركي الشيخ قال لهم طب بصوا اصبروا، انا هنشوف ناصر خليل بتاع بين سبورت هتكلم معاه. وبالفعل اتكلموا مع بعض، خدت بي ام بي سي يعني تركي وناصر، اللي هو ايه رايك ناخد الماتش واحنا هنديه عندنا ويبقى فيه ما اعرفش ايه، واكيد اتفقوا على صفقه، فاهم؟ والصفقه ايه ضن خلاص، ام بي سي مصر هتذيع الماتش وبين سبورت هتذيع الماتش. ده بالنسبه للسؤال التاني، والناس اللي كانت بتسال فاصلا لا ليه علاقه بالزمالك ولا ليه علاقه بالاهلي ولا ليه علاقه بالاتحاد المصري، انت كل الكلام في افريقيا عايزه توديه هناك عشان الكاش. ماشي، نيجي بقى للسؤال التالت والاهم جدا من وجهه نظري، هل البطوله دي هتعوضنا عن نهائي القرن؟ بالنسبه لي لا، او الف لا. ما تجيبليش بطوله من 20 25 ماتش عرق وتعب وسفر وذهاب وعوده ونقط وكل ده، وبتطلع الخسران بيطلع والكلام ده كله، وتيجي تقول لي الماتش ده كده خد اكسبه وتبقى انت كده جامد. بص انا كزملكاوي مش مقتنع خالص بالموضوع ده، وهو ده الفرق ما بيننا وما بينهم، ما بين جمهور الزمالك وجمهور الاهلي. جمهور الزمالك لو حاجه بسيطه بتبسطه، لو بطوله كل كام سنه مبسوطين. احنا جمهور بنشجعه عشان ياخد بطوله، وده اكبر غلط، ده اكبر غلط احنا بنعمله، اللي احنا بنرضى بقليلنا زي ما بيقولوا. مع الناس دي او مع اللعيبه دي ما بقتش الموضوع، ما بقاش انتماء زي زمان وخلاص، الموضوع بقى احتراف، الموضوع بقى دخلت جواه البيزنس والفلوس والكلام ده كله. هو اللعيب سهل يبيعك جدا لو جاله فلوس، وجربناها كتير. فالطبيعي ان انا اخد حقي زي ما جمهور الاهلي بيعمل. يعني هديك مثل بسيط هما بيعملوه، هو ممكن ما يكونوش واخدين بالهم منه على فكره، والله ممكن ما يكونوا واخدين بالهم منه، بس هما بيعملوه جمهور الاهلي، واحنا مش بنعمل، احنا بنعمل عكسه تماما. ايه هو؟ مثلا مين عندنا احسن لاعب في الزمالك؟ زيزو لما بيلعب ماتش، وانا قبليكوا على فكره، يعني في الكلام اللي بقوله ده كله انا قبل، او يعني انا اول واحد بتلام في الموضوع ده، يعني بحط نفسي اول واحد. ايه هو؟ مثلا زيزو لعب الماتش ده مش حلو، موده ما كانش حلو، كان عنده ثقه زياده. تيجي تطلع احنا بنتكلم نحلل، والنهارده زيزو مش قد كده وفي الجزيره بتقلب الموضوع على طول، اصل زيزو، حتى انا اقول على زيزو، فاهم؟ ده زيزو ده ياما وياما وياما وسوا وليه رصيد عندنا، ده رد كان جمهور الزمالك كله. لكن هات عندهم هم بقى جمهور الاهلي، مثلا عبد المنعم مثلا من بقاله مثلا ايه، مش بقاله مثلا يعني اول ماتش ابتدى تحس اللي هو ايه، مش مود، لا مش كانش موده وحش، لا ده هو كان عنده بس سنه ثقه. عبد المنعم اللي هو احسن مدافع في مصر، احسن مدافع في الاهلي، واخد بطوله افريقيا، واخد مع الاهلي معرفش ايه، وممكن تقول من احسن خمسه في افريقيا مدافعين. لا عبد المنعم وعايز يحترف في اوروبا والقصه، واحنا كلنا شاهدين ان عبد المنعم حلو، بس يبقى عنده سنه ثقه، تلاقي الجمهور طلع مسك الكرباج وتربين تربين 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 تربين، تلاقي عبد المنعم ده بقى ماشي زي الحصان. وهم كلهم على كده، اي لعيب في الاهلي تحس اللي هو بيبتدي هوب 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 لحد ما اللعيب ده زي يبقى زي الحصان. وشفنا الكلام دوت على عبد قادر، وشفنا الكلام ده على قفشه، وشفنا الكلام ده على عبد المنعم زي اللي ما قلت لكم. بتشوفوا على لعيبه كتير وتلاقيها ماشيه بقت خلاص، بص حصان في سباق ومش شايف غير النهايه. خلاص هو مش هينفع يشوف غير النهايه، لان هو لو بص يمينه او شماله هيلاقي الجمهور تيني تيني تيني. عشان كده هم لما كسبوا ال 12 قالوا فين ال 13، ومن بص من الضغط بتخلي تضغط على لكن احنا فرحنا بقى بالكونفدراليه هصنا دايما مدخلين في دماغ اللعيبه، او حاطين في دماغهم لازم يبقى في مبرر، احنا اللي بنطلع لهم المبرر. تخيل يعني، بدل ما نسلخهم على الفلوس اللي بياخدوها والمرقعه اللي بنشوفها احنا في الماتش، لا احنا بنطلع لهم مؤامره تحكيم معاك، اللي بيبقى فيه تحكيم خرا، وفي حاجات من الرابطه بتاعت المحترفين خرا،
وبتعمل لنا مشاكل فعلا، بس مش هي دي. انت خسرت بس سموحه والمصري، طلعت من الدوري، انت اللي خسرت، انت كنت وحش فعلا في الماتشين. لازم تعترف، التحكيم كان سيء جدا في الماتشين، بس انت برضو كنت وحش جدا في الماتشين. احنا بقى ما بنشوفش حته احنا كنا وحشين قوي، احنا بنبص على حته التحكيم، والتحكيم ظلمنا، ماشي اوكي هو ظلمك، بس انت كنت وحش قوي قوي. يعني انت واصل لك الفكره. فنفسي اللي احنا كجمهور الزمالك نتغير اللي احنا فعلا نبتدي نضغط. يا عم انا ما بقولكش اغلط في ابوه ولا امه ولا في هو شخصيا، يعني لازم تعرفه اللي انت موظف بتاخد فلوس، فلازم تديني شغل، هتتهق يبقى تمشي، ولازم تبقى الاداره في ظهرنا. اللي انت شفت لعيب بيستهتر، لعيب ما راحش التمرين في ميعاده، اصل انت حوارات التمرين انا ما شفتوش بس انت شفته. حصل مشكله في اوضه اللبس انت شفتها انا ما شفتهاش، لازم يبقى العقاب بوقتي ويبقى ضلعه. وبنفس الكلام للجمهور، لازم نبقى شايفين اللعيبه صح. زيزو لعيب كبير وكل حاجه، غلط لازم ندوس عشان يرجع يبقى زيزو اللي احنا عايزينه واللي احنا بنحبه. اصل احنا كلنا بنحب اللعيبه كلها، يعني لعيبه الزمالك احنا كلنا بنحبهم وما بنحبش نغلط فيهم، وما بقولكش نغلط فيهم، بس لازم على الاقل لما يغلط لازم نيجي عليه جامد في شغله. انا ما بقولكش في اي حاجه تانية غير في شغله. لازم ما يبقاش اي حاجه بتبسطنا، مش خدنا بطوله، لا انا مش عايز السوبر افريقي، انا عايزك توصل افريقيا وتاخد افريقيا ايا كان بقى قابلت فيها مين، وتاخدها وتوصل كاس عالم. هو ده اللي احنا عايزين، بطولات. لازم ننسى حته العاطفه شويه، واللي انا اخد بطوله كل كام سنه افرح بيها وافضل اولول في التلفزيون وهنا التحكيم المؤامرات. لا، التحكيم وحش على الناس كلها. جبنا ناس من اسبانيا جاملتهم او مش جاملتهم، هم كانوا وحشين وفعلا في غلطات كتير في الماتش ليهم وعليهم. فاللي هو مش قصه تحكيم خالص، قصه انت مستواك عامل ازاي. حته اللي انا ما اقدرش اقول لشيكابالا ده حاجه، مش شيكابالا، لا اقدر اقول لزيزو، اقدر مين اني عفتوح ايا كان النجم فين. فعلا ما فيش نجوم. احنا هنيجي على اي حد فعلا هيبقى وحش في الماتش، ما عندناش حد يبقى مودي دي انا مودي حلو انزل العب، مودي وحش ما ابقى وحش. لازم ننساها، انت راجل شغلك هو ده، بتاخد فلوس من ده، فلازم تدي ده 100%. مفيش يوم مش قادر اروح الشغل. في الشغل انا لو انا قلت انا مش قادر اروح الشغل بيتخصم لي ومن اجازاتي ومن فلوسي ومن البوينت بتاعي كل حاجه، عشان بس مش قادر اروح. مفيش الكلام ده، اجازتك بتاخدها وبتتبسط وبتسافر وبتتبسط. شغل اشتغل. نفسي يبقى جمهور الزمالك كله في ظهري وموافقني على اللي انا بقوله. عارف اللي ممكن جمهور كتير مش هيبقى متضايق من القصه دي، بس والله يا جدعان ده الصح. طبعا لو اول مره تشوف متنساش تعمل لي فولو وتقول لي طبعا رايك في الكومنتات في اللي انا بقوله، واحلى لايك واحلى مسا عليكم.